الكاتب الكندي بوب بروكتر كان بيقول في إحدى مقابلاته: لو ركزنا شوية هنكتشف إن كتير جدا من الناس ما يعرفوش هم مين. وطبعا أول ما تسمع الكلام ده هتقول يعني إيه؟ ما أنا عارف اسمي وعنواني وسني وكل الكلام ده. حلو قوي، بس الحقيقة إن ده مش أنت. بمعنى إنك لو سألت أي شخص عادي أنت مين وقال لك أنا اسمي كده، بينسى إن اسمه ده مجرد اسم أهله عرفوه بيه، زي المسجون في أي سجن هو مجرد رقم. بدليل إنك لما بتبص لجسمك بتقول إيدي ورجلي وجسمي. طيب الملكية دي بتعود على مين؟ بترجع لمين؟ انت مين؟ لان لو الانسان هو مجرد جسد، ليه مش بنقول الجسد في العربية الجسد مشغول النهارده مش جاي؟ والحقيقة ان ده سؤال مهم جدا لانه بيربطنا بذواتنا الحقيقية، الارواح. فاحنا ارواح عاقلة تعيش في اجسام مادية. كل ما بيحصل عندنا ادراك ان في روح جوه الجسد ده بنبدأ نهتم بيها، مش بس بنقف عند حدود الاهتمام بالجسد والشكل الخارجي. بدليل ان الملائكة بتقبض الروح وبتسيب الجسد علشان الناس اللي حواليه ياخدوا العبرة والعظة من الموت. بدليل ان اللي بيقف بس عند حب الجسد ما بيقدرش يعيش مع الجسد ده بعد الروح ما بتخرج منه. المشكلة ان احنا مفتقدين للتعرف على كينونتنا الحقيقية، علشان كده دايما حاسين ان احنا عايشين في سجن وكل حاجة حوالينا بتأثر فينا وبتتحكم فينا. في فيديو قبل كده كنت بقول ان الانسان لازم يكون فاعل علشان يحقق مراده، لان الروح فاعلة. على عكس كتير جدا من الناس اللي ما اكتشفوش كينونتهم، هم في الحقيقة مش عايشين. كل اللي بيعملوه انهم بيتفاعلوا مع الحياة، يعني بتصدر منهم ردات فعل مش اكتر. ولاننا ارواح، هتلاقي انسان مهتم بالجانب الروحي في حياته من تواصله مع الخالق سبحانه وتعالى مرتاح. مش لازم يكون مرتاح طول الوقت، لان الحياة نفسها ما فيهاش راحة، لكنه بيكون تعدى مرحلة الحيرة والشك والقلق لمرحلة يقين. ومن هنا بيبدأ يشوف المصاعب في الحياة شيء عادي، لان الروح نفسها لا تنتمي للعالم ده. فدايما في صراع بين الملذات والشهوات والمغريات وبين اللي الروح عاوزاه، لان الروح عاوزه اي حاجه تضمن لها انها تعيش كويس في العالم الابدي اللي هي راجعه له بعد ما تخلص سلفة الايام دي هنا. الروح دايما بتحاول تحافظ على السماحه والنقاء اللي جت بيهم للعالم ده. بتحاول دايما تحافظ على علاقتها بربنا سبحانه وتعالى من خلال الصلاه والتدبر والتفكر، من خلال القيام والتهجد، من خلال قراءه القران او استغلال الوقت او عمل حاجه تثاب عليها بعد ما تفارق العالم ده، من خلال عزله بسيطه من وقت للتاني تنشغل فيها بنفسها مش بغيرها. الروح دايما في الصراع اللي قال الله تعالى فيه على لسان طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. الروح دايما في صراع ضد الشهوة، اللي اتكلم عنه الدكتور مصطفى محمود في كتاب الروح والجسد على لسان بوذا لما قال إن السعادة تكمن في قمع الرغبة وردع النفس وكبح الشهوة، وبذلك تتحرر الروح من سجن الجسد. الروح دايما في صراع ضد الشهوة، اللي قال الله تعالى في الحديث القدسي عنها: إنما أظهرت الشهوات عليك لأمتحن بها محبتك، فإن اخترتني دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك وما عدت أسترك بشهوة. إنما تأتيك الشهوات من ناحية جسدك، أما ذاتك فقد خلقتها خالصة مبرأة لا تميل إلا إلي وحدي. الصراع اللي ممكن تلاحظه على أي شخص مقضيها فسح وخروجات واهتمام بالشكل بس، وبيعمل كل حاجة نفسه فيها ومع ذلك مش مرتاح وخايف يتقال له في أي وقت جيم أوفر. على عكس شخص تاني بيحاول يعمل أي حاجة يقدر عليها ويفضل متصل بربنا سبحانه وتعالى، علشان لما يقابله يقول: يا رب أنت شفتني كنت بحاول، يا رب أنت عالم باللي كان جوايا، أنت فعلا مطلع على قلبي، مش إن أنا كنت بعمل كل حاجة نفسي فيها وبس بقول ربنا معانا. التعرف على الروح بيخلق جو من الانسجام والتناغم بين الروح والجسد، وبيعمل مرجعية كويسة الإنسان يرجع بيها لربنا سبحانه وتعالى في أي وقت. بتعمل اتزان وحالة صلح خفيفة كده ومطمئنة. وأخيرا فالإمام النووي كان بيقول: من عرف نفسه بالضعف والافتقار والعبودية لله عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العلى. مساء الفل.